وكان قدوم هالاكو خان بجنوده كلها، وكانوا نحو 200,000 مقاتل إلى بغداد في 12 المحرم من هذه السنة. قالوا كانوا 100,000، كانوا أكثر من 100,000، وهو رفع العدد إلى 200,000. ما هو الفرق بين هذا وبين الروزخونية؟ الروزخونية أيضا يقولون كان الجيش، أيضا يتحدثون عن الجيش الذي خرج لمقاتلة الإمام الحسين 4,000، 10,000، كان عبارة عن 20,000، عبارة عن 30,000، عبارة عن 40,000، قالوا 70,000. كما أنت الآن تزيد بالعدد وتكثر العدد وتضاعف العدد يا ابن كثير ويا ابن تيمية. ما هو الفرق؟ هذه روزخونية وهذه روزخونية. يقول وكانوا نحو 200,000 مقاتل إلى بغداد في 12 المحرم من هذه السنة. أقول الآن السؤال هنا، أقول من أين حصل على عددهم وكيف أحصاهم؟ لاحظ، إذا كان على نهج الروزخونية فلا كلام لنا معه، هذه روزخونيات التيمية. أما هو الذي يتحدث عن صحة حديث ودقة حديث ومصداقية حديث ومصداقية راوي ورواية ومسلم والبخاري، وتبين لنا بأنه يأتي بقصص العجائز من هنا ومن هناك، من خرافات المنامات والشاب الأمرد والرب الكلب والخنزير والصليب وغير هذه من الأرباب. أقول من أين حصل على عددهم وكيف أحصاهم؟ وكيف يحلل لنفسه التدليس والكذب أو المبالغة للتأثير في أفكار ومشاعر الناس في الوقت الذي يرفض ويمنع ذلك في عديد جيش يزيد قاتل الحسين عليه السلام، ويستنكر ويستخف بل ويكفر من يتحدث عن جيش يزيد في الكوفة وعديدهم ب12,000 أو 20,000 أو 30,000 أو 70,000 أو عدد قريب من ذلك. ووصل بغداد بجنوده، يكمل ابن كثير يقول ووصل بغداد بجنوده الكثير الكافر الفاجر الظالم الغاشمة ممن لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر. لاحظ، سب وطعن ولعن، بالرغم من كون الكثير من جنوده كانوا مسلمين، بالرغم من كون الكثير من جنود هولاكو كانوا مسلمين، وجلهم أو أكثرهم قد أسلموا بعد ذلك. عندما أقول كانوا مسلمين من أهل السنة، أقصد المسلمين من أهل السنة، وجلهم أو أكثرهم قد أسلموا بعد ذلك، بينما يأخذ على المسلمين لعنهم قتلة الحسين ابن بنت النبي وسبط الرسول الأمين عليه وعلى آله الصلاة والتسليم. يكمل ابن كثير فأحاطوا ببغداد من ناحيتها الغربية والشرقية، وجيوش بغداد في غاية القلة ونهاية الذلة، لا يبلغون 10,000 فارس. أقول وآل رسول الله والحسين وأصحاب الحسين عليه السلام إن تجاوزوا 100 فبقليل، إن تجاوزوا 100 شخص فبقليل، وهم أي 10,000 وبقية الجيش كلهم قد صرفوا عن إقطاعاتهم، حتى استعطى كثير منهم في الأسواق وأبواب المساجد. وأقول وآل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يملكون حتى الماء، وذلك كله عن آراء الوزير ابن العلقمي الرافضي. أقول وكل ما وقع في كربلاء عن آراء وأوامر يزيد الناصبي الماجن، وذلك أنه لما كان في السنة الماضية في سنة 655 هجري كان بين يدي أهل السنة والرافضة حرب عظيمة نهبت فيها الكرخ. من الذي نهبها؟ نهبها التيمية. من في أهل الكرخ؟ الشيعة. يقول في سنة 655 هجري كان بين أهل السنة والرافضة حرب عظيمة نهبت فيها الكرخ ومحلة الرافضة حتى نهبت دور قرابات الوزير. أقول كما نهبت خيم آل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في كربلاء، وكما سلبت ونهبت بيوتات الصحابة في مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا السلب والنهب ليس بغريب، ليس بحالة نادرة، ليس بحالة طارئة، هذا هو نهج، هذه هي السنة، هذا تكليف، هذا وجوب.
شاهدنا هذا وتيقنا هذا وقرأنا عن هذا وصدقنا هذا، كله حصل في دولة الصلاحية المقدسة وفي الدولة العباسية. قرية تهجم على قرية، مملكة تهجم على مملكة، حاكم يهجم على حاكم، يستب ويستب وينهب ويحول الناس الأحرار المسلمين إلى عبيد وإلى إماء. يقولون من أين يأتي الدواعش بهذا التكفير وبهذا الإجرام؟ هذا هو الإجرام، هذا هو أصل الإجرام.